السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في فلوج جديد على قناه بيوز الزوزه. وفلوج النهارده عن كبدة الفلاح. طيب يا عبد الرحمن، بامانه ربنا احلى كبده تاكلها في اسكندريه فين؟ كبدة الفلاح. بس كده على طول كبده الفلاح. المهم احنا داخلين دلوقتي اقول لكم توصلوا له ازاي. داخلين دلوقتي نجرب التجربه دي، بعد ما اخلص اقول لكم بالظبط تقييمي ليه كام. كبدة الفلاح. يلا بينا. بصوا يا جماعه، عشان توصلوا لكبده الفلاح اسالوا، هي في محطه الرمل. طيب اسالوا فين؟ سينما مترو. توصلوا عند سينما مترو اهو هنا، هتمشوا شويه هتلاقوا خروب امال. خروب امال ده على قمه شارع كبده الفلاح. الشارع ده اهو جواه بقى موجود ايه؟ كبده الفلاح، وزحمه موت اهو. ده كبده الفلاح. يلا بينا نبدا الفلوج اهو يا جماعه. كبده الفلاح مالوش الا فرع واحد، هو ده اللي في محطه الرمل. الاسعار قدامكم اهو يا جماعه. الساندوتش ب 12 جنيه. مش هاكل. طبق الكبده مش هاكل. بكام؟ 80 جنيه. 80 جنيه. مش عايز. بص حتى اهو يا جماعه، وهو طالع مع عمرو اديب. ده صاحب مطعم كبدة الفلاح. عنده دليفري يا جماعه، وده رقم الدليفري لو حد حابب يطلب. يا عيني انا عذبت معاه عبد الرحمن جعان، بس انا قاعد اقول له استنى لحد ما اصور براحتي. القص تمام. انا واخويا مش محتاجين اي حد تاني. كده يا جماعه فلوج النهارده خلاص. حقيقي يا جماعه طعم الكبده عنده مختلف. الله اعلم ايه السر. انا اتفرجت عليه وهو بيعملها، يعني ما بيعملش حاجه جديده، يعني الطريقه هي اي واحد بيعمل نفس الكبده كده، بس في حاجه مختلفه، في سر في الموضوع. بس فلوج النهارده كده خلص. تنساش تتفرج على الفلوجات اللي فاتت، منها مثلا ايه احلى مطعم تاكل من عنده كشري، تمام؟ تتفرج على الفلوجات اللي جايه وتعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس. زي ما قلنا احنا عطينا له 9 من 10، لان الكبده اللي احنا بنعملها بنديها 10 من 10. عايز تقول حاجه يا عبد الرحمن؟ لا. كبده الفلاح. كبدة الفلاح. سلام.